انت تعرفي ان ممكن ابنك او بنتك يقدروا يعملوا الوصفة دي من كتر ما هي سهلة وبسيطة. اي حد ممكن يدخل المطبخ ويعملها. هنعملها بكذا شكل، هنعملها كمان محشية بالشوكولاتة ببيضتين بس. هنعمل كل الكمية دي، هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف وصفتنا. في بولة معانا كوبايتين حليب، وعايزين الحليب بتاعنا يكون دافي عشان احنا هنضيف عليه معلقة خل، فعايزين اللبن بتاعنا يروب معانا. هنضيف بقى معلقة خل، ومجرد ما نضيف معلقة الخل هنلاقي بقى اللبن يتكتل معانا بالشكل ده. هنلاقيه بقى عمل كده كتل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس اهم حاجة يكون اللبن دافي. هنضيف عليهم 3 معالق كبار من الزيت او ممكن زبدة. بعد كده هنضيف عليهم معلقتين كبار من السكر، معلقتين كبار. هندوب بقى السكر كويس جدا، وهنضيف بيضتين بدرجة حرارة المطبخ. وبعد كده بقى بالهاند بلندر او في الخلاط او بالمضرب اليدوي، المهم ان احنا عايزين السكر بتاعنا والبيض يدوبوا تماما. خلاص كده بقى ضربناه كويس جدا، ويعتبر كده المكونات بتاعتنا خلاص خلصت معانا، المكونات السايلة. هنضيف بقى المكونات الجافة. هنضيف كوبايتين كبار من الدقيق، كوبايتين دقيق. هنضيف عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهنقلبه كويس. لو حسينا ان القوام خفيف فهنضيف دقيق تاني، يعني معانا ربع كوباية دقيق كمان جنبنا. نضيف بالتدريج كده معلقة معلقة لحد ما نحس ان القوام بتاعنا بقى تقيل معانا. يعني انا احتجت كده كوبايتين وربع من الدقيق على المكونات دي. وعايزه اقول لكم ان المكونات دي كتير ما شاء الله، بتعمل كميه كبيره جدا. فلو انت حابه تقللي الكميه ممكن تنصصي مقدار اللي احنا عاملينه، لان المكونات دي انا عاملاه مقدارين مش مقدار واحد بس. فلو انت حابه تقللي الكميه ممكن تقللي، لان ما شاء الله الكميه المكونات دي عملت كميه حلوه جدا. بعد كده في طاسه، واول دهنه بس كده، يعني اول طاسه واحده بندهنها دهنه بسيطه جدا، مسحه كده بالمنديل او بالفرشه زيت. بعد كده بنخلي درجه الحراره فوق المتوسطه، وما نلعبش بقى في درجه الحراره، نخليها فوق المتوسطه علشان يطلع معانا البانكيك كله بلون طبعا واحد. الازازه دي بتسهل علينا جدا ان احنا نحط البانكيك. طبعا لو انت مش متوفره عندك عادي جدا هتحطي باي حاجه ليها بوز كده، او ممكن كمان بالكبشه كده او بمعلقه، وهنضيف عادي البانكيك في الطاسه. بعد كده بقى نعمله محشي بالشوكولاته. هنضيف كده عجينه البانكيك في الطاسه، وبعد كده هنضيف عليها قطعه من الشوكولاته. والشوكولاته دي بجيبها جاهزه كده، فلو مش متوفره عندك عادي هتضيفي شوكولاته عاديه او شوكولاته سبريد، هتنفع جدا برضو معانا. بعد كده بقى بضيف فوق الشوكولاته معلقه كده من عجينه البانكيك. بعد كده بقى بسيبها لحد ما تستوي وتعمل فقاعات كده حواليها. بقلبها بقى الناحيه التانية، تطلع معانا احلى بانكيك محشي بالشوكولاته، طعمه رهيب جدا. بعد كده بقى تعالوا نعمل شكل الاطفال كله بيحبوه، اللي هو شكل الدبدوب. بنحط كده برضو بالشكل ده قطعة كده دايرة كبيرة، وبعد كده بنعمل دايرتين فوق صغننين. وطبعا ما بنقلبش البانكيك خالص لحد ما العجينة بتاعتنا كلها تعمل فقاعات في النص كلها. بعد كده بنبتدي نقلب البانكيك. ده ضروري جدا ان احنا ما نقلبش البانكيك الا لما الفقاعات دي كلها تظهر في البانكيك من فوق. بعد كده نروح قلبينه الناحية التانية على طول. هتاكلي بقى احلى بانكيك. وضيفي بقى اي صوصات انت عايزاها، ممكن عسل نحل، ممكن صوص شوكولاته، اي صوصات متوفره عندك. ولو مش متوفر ضيفي عسل نحل او ما تضيفيش خالص عادي جدا. جربوها يعجبكم. صحتين والف هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك.